الفيديو ده بقى فيه الحاجات الدلع كله بجد. شايفين الكاسات الملونة الطويلة دي تحفة، والجارات الكبيرة دي اللي بتعمل فيها العصاير. أسعارها كمان يعني نوعا ما معقولة، يعني في حاجات ب500 وفي حاجات ب400 وفي حاجات منها بتوصل ل800 لو هي على ستاند. احنا هنا في هوم سنتر، ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو عشان ناس كتير تقدر تشوفه ومنشنه كمان لأصحابكم. هنا في معالق وشوك فرداني زي ما انتوا شايفين كده، ولكن سعرها مرتفع شوية. هي ماتيريال عالية بس هي سعرها مرتفع، لكن انا عجبني الطقم ده جدا ب650 جنيه. وفي منه اشكال كتير جدا، والماتيريال بتاعته تحفة جدا عامل زي بتاع الفنادق. وكمان في منه اشكال، يعني مش شرط تجيبيه كله سيلفر، في منه على جولد وفي منه على في سيلفر وبوردة، وفي حاجات زي مراية زي ما انتوا شايفين، وفي كمان الفرداني. بس انا عجبني صراحة الطقم ده. كمان هتلاقي عندهم حاجات كتير جدا، تشكيلة كبيرة جدا. هنا بقى يعني الخداع، فن الخداع، هما بيخدعونا. عارفة لما يكون جاي لك ضيوف مش عايزة تقدم لهم في حاجة ازاز عشان معاهم اطفال، هي نفس الفكرة. الطقم ده باين جدا انه ازاز، وانا اتصدمت لما جيت مسكته لقيته مش ازاز خالص. يعني بصوا انا ماسكاه خفيف، يعني بصوا خفيف جدا، ورقة. ده اللي هو باغ على بلاستيك كده. صدقتوا ان الفيديو ده دلع بجد؟ شايفين البلانشات ايه الاشكال دي والالوان؟ شايفين القطعة دي قمر بجد، لو حاطة فيها لب او حاطة فيها تسالي، حاطة فيها صوص كده في النص وحواليها مثلا حاجات تسالي. شايفين البلانشة دي؟ قمر بجد، تحفة 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 بجد، عجبتني قوي. انا بحب الحاجات الخشب قوي. شايفين الاطباق اللي تحت دي بتاعة التسالي كده، وشايفين دي اللي هي ممكن تستخدم كعياشة، ودوت يعني زي قطعة كده من شجرة وفي نفس الوقت طبق. شايفين البلانشة دي والمعالق؟ عندهم القسم ده عجبني جدا. دي مطبقية عجبتني قوي، الاستندات بتاعتها اللي من الجنب لانها فعلا عملية. عجبني بقى اطقم التوابل عندهم حلوة جدا. خدوا بالكم يا جماعة، شايفين دي 120؟ عندهم أطقم بتقع في الأرض إزاز، بس لما بتقع في الأرض ما بتتكسرش، وهي إزاز. يعني هي وقعت من إيد الراجل قدامي ووقعها عمدا عشان يوريني إنها مش بتتكسر. وعندهم أطقم تانية إزاز بتتكسر عادية جدا. شايفين عندهم الخل والملح، الأزايز دي خل وملح الخل والزيت. شايفين بقى البرطمانات دي؟ تحفة بجد. يعني فيها كمان فتحات بتنزل بقى حبة صغيرين. شايفين اللي فوق دي ب320. شايفين دي؟ بصي هفتحها لكم دلوقتي، عجبتني جدا. الحاجات اللي مكتوب عليها هوم دي بتبقى تبع هوم سنتر نفسه. شايفين الفتحات بتاعتها حلوة وبتنزل بكمية كويسة. دي ب400 وحاجة، تقريبا 490 اهي. حلوة برضو، فيها كذا فتحة. انا بيعجبني الحاجات العملية ويبقى حجم البرطمان كمان منطقي. عجبني جدا دي برضو. في منها الوان واشكال. ده اللي وقع ما كسرش. عجبتني جدا جدا. لو جبتي طقم بالشكل ده ومحطوط على رخامة كده، العلبة دي ب230 جنيه. طبعا سعرها مرتفع، ولكن هي شبه الازاز، لكن هي مش ازاز، عاملة زي باغ كده. بس مش الباغ اللي هو بيتشرخ لوحده ده، لا، ماتيريال عالية منه بصراحة. في منه الوان كتير، وشكله كمان شياكة. عارفة لو انت عاملة مطبخك فيه الوان وجبتي لونين تلاتة، حتى البرطمانات العادية هم مراعيين ان يبقى باين الحاجة اللي جواها. انا بصراحة بحب جدا ابقى شايفة ايه اللي جوه البرطمان. شايفين بقى القطعة دي قمر جدا، حلوة قوي. شايفين الجزء ده فيه برطمانات كتير كده، لقيت اسعارها 80 و90 و100، فافتكرتها غالية. لما جيت قربتها لقيت ماركتها عالية جدا، والازاز بتاعها نقي وخفيف وفي نفس الوقت متين. عندهم بقى جميع انواع العلب واللانش بوكس اللي ممكن تدوري عليها في اي حتة، لان دلوقتي عشان الاستيراد مش هتلاقي الحاجات دي في اي حتة بسهولة. كان الاول الحاجات دي موجودة في السوبر ماركتس وحوالينا وفي كل حتة. دلوقتي العلب دي عشان تجيبيها لاولادك ممكن ما تلاقيهاش بسهولة. كمان اسعارها عادي، يعني زي بره، في علب ب200 وعلب ب100 وعلب ب50 حسب العلبة اللي انت عايزاها. عجبتني العلب الصغيرة دي عشان خاطر الاطفال طبعا، وهم رايحين لو عايزة تديهم مثلا جيري كولا او تديهم اي حاجة كده في كاندي، اي حاجة يعني، في برطمان صغير، بتبقى حلوة قوي. بس اللي هناك ده ازاز، ما تجيبوش منه. هاتوا للاطفال بلاستيك عادي، بس يكون بلاستيك صحي، يكون مكتوب عليه بيبي افري. شايفين دي؟ حلوة قوي، جواها كوبايات كتير. لو راحة في مكان، بس هي ب170، هي غالية بصراحة. انا لما لقيتها ب170 قلت حطيها بسرعة بسرعة. هي غالية بس حلوة قوي في الاستخدام، ان انتي ممكن تاخديها معاكي في مكان كده كلها على بعضها. في كمان عندهم العلب اللي هي استخدام مرة واحدة.
عجبتني برضو، لكن سعرها مرتفع شوية. دي الاطباق اللي هي زي الكوبايات. البولة دي برضو عندهم كل انواع البلاستيكات. الشنطة دي عجبتني جدا بقى، لو جوزك رايح الشغل تجيبيها له كده متدارية وجواها علبتين الاكل بتوعه، حلوة جدا. عجبني ان هي شنطة سودا وما فيهاش عليها رسومات او كده. العلبة دي كمان حلوة، ممكن تفتحيها ان هي تدخل هواء من التلاجة، وممكن تقفليها حسب الحاجة اللي انتي حطاها. فعندهم بصراحة علب انتي حاليا مش هتلاقيها برا بسبب الاستيراد وكده، ومفيش حاجات كتير بتيجي. شايفين العلب بقى اشكالها حلوة قوي واحجام كتير. علبة البيض دي بقى بجد بصراحة يعني اي عروسة لازم تجيبها. اولا شكلها شياكة، ثانيا سعرها 200 جنيه. ثالثا بتاخد عدد بيض حلو ورفيعة، وبتبقى محطوطة كده في كورنر في التلاجة، مش من العلب الكبيرة اللي بتبقى مالية المكان. بصوا شكلها حلوة ازاي، لا عجبتني. دي كمان حلوة قوي، ممكن تحطي فيها البقدونس والكزبرة، الحاجات اللي هي الخضرة، وتوقفيها كده جنب بعض، بتبقى متقسمة. هي بتاعت ايه انا مش عارفة، بس انا اخترعت لها الاختراع ده. فزي ما انتوا شايفين عندهم العلب كتير اهي، حلوة جدا. والسبيتة دي الطبق ده عجبني جدا. بصوا يعني حتى لو مش هتجيبوه من عندهم هاتوه من اي حته، ده ب240. بيبقى زي مصفى وتحتيها طبق، لما بتغسلي الخضار والفاكهه بيبقى حلو قوي. البرطمانات دي حلوه قوي، بتبدا من 55 جنيه. يلا بقى نكمل بقية الدلع. دي حلوة جدا، بتتحط في التلاجة، تحطي عليها الازايز. عجبتني فكرتها، انا عندي اصلا منها في التلاجة، بس جاية مع التلاجة بتاعتي. بصراحة استخدامها حلو قوي، وكمان بيبقوا ولادك عارفين، ما بيلعبوش في التلاجة كتير، بيبقوا عارفين ان ده مكان الازايز. بس انا اللي عندي في التلاجة معدن، هي جاية مع التلاجة بتاعتي، حلوة قوي. فعجبتني بصراحة، قلت اصورها لكم. عندهم البولات بقى دي بكل اسعارها، يعني شايفين دي ب200 جنيه او 210. في حاجات زي ما قلت لكم غاليه، وفي حاجات منطقيه وسعرها معقول جدا. العلبه دي حلوه قوي، عجبتني القطعه اللي تحت فيها حلوه قوي. شايفين بقى الاسعار بتاعتها مرتفعه شويه لان العلبه دي كبيره. الازاز دي عجبتني، ان هي اصلا ممكن تستخدميها كازازه تقدمي فيها مشروب، وفي نفس الوقت يبقى معاكي الغطا، عشان خاطر انا عموما ما بحبش الحاجه مكشوفه في التلاجة. فتصبي فيها مشاريب وتغطيها وتحطيها في التلاجة. عندهم احجام كتير زي ما انتوا شايفين. لو انتي بتحبي تجيبي الاطفال عندك مثلا، لو انتي بتحبي ليكي، اشكال كتير جدا. شايفين بقى البراريل، بصي البراد الكيوت الصغير ده عسل قوي بجد. انا عندي منه الصغير ده، وده اللي هو ابو صفارة الكبير. عجبتني فكرة الصينية دي، حتى لو هتفصليها او هتعمليها عمولة صينية سيلفر او جولد، سهلة جدا، الموضوع حلو قوي. عجبتني جدا الصواني دي كمان، الستانلس ستيل بتاعها تحفة. المعالق دي قمر، عجبتني جدا. بصوا بقى الجزء دوت كده فيه كمية بلاستيكات حلوة جدا، خامة بقى عالية مش قادرة اقولكوا. واسعارها في المتوسط، يعني في من اول 20 جنيه و30 جنيه، لاني ده سعر بالنسبة لحاجة بلاستيك صحي. يعني الكوباية دي عندي بقالها سنين، تحفة جدا، عندي منها. بصوا زي ما انتم شايفين هتلاقوا حاجات ب20 وحاجات ب30 حاجات ب45 حسب حجم الطبق. لو انت عندك اطفال ممكن تجيبي لكل طفل طبق باللون اللي هو بيحبه، كوباية، هيبقى مبسوط جدا، وهيبقى دول بتوعه وبياكل فيهم. وعادي لو حطيتي فيهم حاجات سخنة، عشان ده بلاستيك صحي جدا، وعادي ان الاطفال تستخدمه، وكمان يحطوا فيه حاجات سخنة عادي. الازازة دي عجبتني ب129 جنيه. وفي كوليكشن عموما ازايز حلو جدا، بيبدأ من 69 جنيه لحد بقى يعني 100 و150 حسب نوع الازازة والماتيريال بتاعتها. الازايز دي بقى يعني دي رينج تقريبا 60 او 80 حاجة كده. الازايز دي بقى مش بتغير لون ولا اي حاجة، بسيطة سيمبل وهادية، وفي نفس الوقت بتقضي الغرض. طبعا اللي شايف الحاجات دي غالية، في بدايل ارخص. احنا كنا في هوم سنتر في مول مصر جنب مجمع المطاعم بالظبط. عايزة اقول لكم عندهم حاجات حلوة قوي. ما تنسوش لايك وكومنت وشير الفيديو ده.